السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنشرح التحديث الجديد أو نشوف مع بعض إيه هي الإضافات اللي تم تحديثها وتم إضافتها في أداة SK Unlocker فيرجن 23. وهنبدأ مع بعض كده نعمل شرح عملي على الإضافات اللي تم تحديثها في الإصدار الجديد. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الإشعارات علشان يوصلكم اي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. اهلا بيكم معانا النهارده مرة تانية، والنهارده هنتكلم عن الاضافات الجديدة اللي تم اضافتها في اداة SK Unlocker فيرجن 23. مبدئيا هنبدأ نروح على طول على قائمة سامسونج، وده علشان نشوف الاضافات الخاصة بتابلت المدارس تي 509. بعد كده هنروح على قائمة اندرويد، ومن قائمة اندرويد هنروح على وضع الداونلود مود من القائمة اللي فوق دي. هنلاحظ هنا تغير كامل واضافات كامله لتابلت تي 509، هتقدر تتحكم فيه بشكل كامل وبدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء بامر الله. مبدئيا اول حاجه عندي هي انك تقدر تعمل كونفيرت، تحويل من وضع الام تي بي الى وضع البروم علشان تقدر تفرمت التابلت او تعمل كل العمليات اللي تم اضافتها في الاداء. طيب اول حاجه معانا وهي كونفيرت للتابلت، تحويل التابلت من وضع الام تي بي. ووضع الام تي بي علشان نكون فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، وضع الام تي بي يعني التابلت شغال طبيعي خالص زي ما حضراتكم شايفين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين التابلت داخل المنظومة. كل اللي هعمله هنا ان انا هجيب الكابل بتاعي وابدا اوصل الكابل في التابلت زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. وزي ما حضراتكم شايفين على الاداء بالظبط بدأ يظهر التعريف، والجهاز ظاهر معايا في البورت فوق في الكوم واليو اس بي زي ما حضراتكم شايفين. طيب اول خطوه بعملها إيه هنا؟ بروح اعمل كونفيرت، تحويله، عايز احوله من الوضع ده لوضع السوفت وير علشان اقدر افرمت اشيل الاف ار بي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. فهبدا اضغط كونفيرت زي ما حضراتكم شايفين وابدا انتظر. مش هعمل اكتر من كده. هنلاحظ مع بعض التابلت شغال اهو، مفيش اي مشكله. ونركز على التعريف اللي فوق، اللي في الكوم عندي فوق خالص، ده اللي عند الماوس، لان هنلاحظ تحول كامل في التعريف زي ما حضراتكم شايفين كده. فصل التابلت وبدأ يظهر في وضع البروم اللي هو وضع السبريد علشان اقدر اشتغل على التابلت. طيب انا دخلت التابلت دلوقتي وضع البروم، هعمل ايه بالظبط؟ عندك كذا طريقة تقدر تفرمت بيها التابلت. مبدئيا تقدر على طول تروح تضغط فورمات. تمام. هنضغط فورمات ونشوف هل التابلت هيفرمت ولا لا، ولو ما فرمتش هنعمل إيه. هضغط فورمات كده ونبدأ ننتظر لعند ما نشوف هل هيفرمت ولا لا. ما فرمتش هقول لك تعمل ايه علشان تحل المشكلة ويفرمت معاك بشكل طبيعي جدا. هنبدأ ننتظر شوية كده لما يبدأ يعد معانا لعند 100%. طبعا مش هياخد وقت ولا حاجة، زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سلس جدا ومفيش فيه أي أخطاء الحمد لله. كده التابلت فرمت معايا بدون اي مشاكل. تمام. وهيبدا التابلت يفتح معايا على اللوجو تاني، وفي الحاله دي هيبدا يفرمت بشكل بسيط جدا. الموضوع سهل، مفيش اسهل من كده. طيب لو حمايه واحد او حمايه اتنين هنعمل نفس الخطوات. تمام، مفيش اي اختلاف خالص. لازم تكون متاكد انت منزل تعريفات الاس بي دي وتعريفات اجهزه سامسونج علشان تقدر تشتغل بصوره طبيعيه. زي ما حضراتكم شايفين التابلت فرمت معايا بدون اي اخطاء. طيب الناس اللي هيقف معاها مثلا وانت بتفرمت على 80% او يقف عند الهاند تشيك، هتعمل ايه؟ عندك هنا فيكس بروم هاند تشيك، اصلاح مشكله الهاند تشيك او الوقوف عند الهاند تشيك. كل اللي هتعمله هتراستر البورد، ودي مهمه جدا. يعني اي عمليه ما تتمش معاك، اي عمليه تديك خطأ وما تشتغلش معاك، كل اللي هتعمله هتيجي على الثلاث زراير دول، الباور واللي بيعلي ويوطي، وتضغط عليهم الثلاثه مع بعض لحد ما تسمع صوت التعريف بيتعرف من جديد. يبقى كده انت رسترت البورد، عملت اعاده للبورد علشان يقدر يستقبل امر جديد. لكن لو انت جيت اديت امر فوق الامر مش هينفذه ومش هتعرف تشتغل ولا هينفذ معاك الامر على التابلت. فالصح ان انت اديت امر، محتاج تدي امر تاني، لازم تراستر البورت. هتراستر البورت بالثلاث زراير دول مع بعض، فبالتالي هتقدر تدي الامر اللي بعده بدون اي اخطاء وهيشتغل معاك بدون اي مشاكل. التعريفات عندي مظبوطه زي ما حضراتكم شايفين، فعملت كونفيرت وفرمت التابلت، فرمت معايا وجاري دلوقتي ان هو يفتح على
اللغة بدون أي مشاكل وبدون أي أخطاء. كده التابلت بدأ يفتح معايا. هنبدأ نراجع بس مع بعض كده اللي موجود عندنا هنا. فورمات تي 509 ال دي خاصة بحماية واحد وحماية اتنين، يعني أي حماية فيهم نفس الخطوات مفيش أي اختلاف. طيب إيه اللي عندنا تاني؟ عندنا إصلاح الوقوف على الهاند تشيك، يعني في ناس بتيجي تقف عندها هنا على الجزئية دي وما بيكملش معاه. تمام، ده هتعمل إيه؟ هتراستر البورد زي ما اتفقنا، وبعد كده تعمل فورمات تاني زي الفل. طيب لو عندي مشكلة في التعريفات أقدر أعمل إصلاح لتعريفات البروم من الأيقونة دي. تمام. طيب بعد ما يخلص معايا ويفتح هقول لكم ازاي تشيل الام دي ام او حمايه النوكس بضغطه واحده بدون اي ثغرات وبدون ايسلاند ولا اي حاجه خالص، والجهاز واقف عند اللغه ولا واي فاي ولا كيو ار ولا اي حاجه خالص. والطريقه دي بتمشي على التي 505، يعني تقدر تشيل الام دي ام من ال 505 بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، مفيش اي اختلاف. يعني نفس الايقونه دي نفس الزرار ده، الجهاز لو وقف معاك على اللغة أول ما وقف معاك بعد الفورمات عند اللغة، لا تعمل كيو ار ولا تعمل ايسلاند ولا أي ثغرة خالص. كل اللي هتعمله هتضغط على ريموف ام دي ام وان كليك ضغطة واحدة. هنستنى لما التابلت يخلص فورمات ونرجع لكم علشان نكمل الخطوات مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين بدأ التابلت يرجع معايا على اللغة. انا دلوقتي عايز اخرجه من المنظومه نهائي، فطالما عايز اخرجه من المنظومه بشكل نهائي هاجي على ريموف ام دي ام وان كليك واضغط عليها بالشكل ده. تمام. هنبدا ننتظر كده هيبدا يعد معايا لعند 100%، وهنشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. انا ما عملتش حاجه، انا دخلت الجهاز من الام تي بي للبروم وفرمت الجهاز، فتح معايا متفرمط. بشيل حمايه الام دي. يعني انا تقريبا ما مسكتش التابلت في ايدي الا عشان اوريه لحضراتكم وتشوفوا الشرح ماشي ازاي بالظبط. اي مشكله او اي خطأ يجي لك في اي خطوه من دول، اعمل ريست للبورد زي ما احنا قلنا، تضغط على الثلاث زراير مع بعض لعند ما تسمع صوت التعريف انه يعمل اعاده تهيئه من جديد، وبعد كده نفذ الامر هيحل المشكله معاك. زي ما حضراتكم شايفين التابلت عمل اعاده تشغيل وكده خرج من المنظومه نهائي. طيب الناس اللي لسه بتستخدم التابلت عشان يكون كل الامور واضحه، الناس اللي لسه بتستخدم التابلت يعني لسه هتدخل بامتحانات فمش عايزه تخرجه نهائي، احنا عملنا حاجه جميله جدا في الاداء، وهي انك تقدر تعمل لوك للام دي ام، انك ترجع تقفله ام دي ام تاني تدخله المنظومه من تاني. تمام. يعني انا دلوقتي خرجته نهائي. في ناس مش عايزه تخرجه نهائي، في كذا حل. يعني ممكن تخرجه عن ثغرة الكيو ار زي التي 505 ان، كده مش هيخرج نهائي. تمام، هيبقى تخطي، عملت ضبط مصنع هيرجع تاني للمنظومة. طيب انا في حالتي دي عملت ايه؟ انا خرجته نهائي من المنظومة. طيب لو انا خرجته نهائي هل ينفع ارجعه المنظومة تاني؟ اه ينفع. طب ينفع ازاي؟ من خلال ام تي بي اخر زرار خالص عندنا في الاداة، وهو لوك ام دي ام. اقفل لي التابلت تاني جوه المنظومة او دخل لي التابلت تاني داخل المنظومة. يبقى احنا كده جهزنا كل الطرق اللي من خلالها هتحل مشكلة التابلت. يعني لو انت خرجته من غير ما تقصد نهائي وانت لسه محتاجه في المدرسة، هتقدر ترجعه المنظومة بضغطة واحدة عندنا برضو من الأداة. طيب لو فزي ما حضراتكم شايفين الموضوع أصبح كامل بالنسبة لتابلت كيو 509 الحمد لله، هتقدر تتحكم فيه بشكل كامل. طيب عندنا هنا كمان ريموف اف ار بي، تقدر تشيل حمايه الجوجل من تابلت يو 509. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده التابلت فتح معايا، ايه الخطوات اللي مطلوبه مني بعد كده؟ اوصل الواي فاي وافتح التابلت بتاعي، مش هيطلب منك اي حاجه، لا ثغره ولا اي حاجه خالص. يعني لو احنا جينا كده مع بعض هنبدا نختار اللغه، هتختار اللغه المناسبه ليك، وبعد كده هتضغط البدء. هنا في الحالة دي هنبدأ نوصل الواي فاي بتاعنا بشكل طبيعي. هنا وصلنا الواي فاي زي ما حضراتكم شايفين، وهنبدأ نضغط التالي. هيبدأ يقول لك التحقق من التحديثات. لازم نراعي الجزئية دي لأن كل اللي هيشتغل على التابلت معانا في أداة اس كي لوكر مش هيحس بأي مشكلة خالص. التابلت هيدخل معاك، هيخرج من المنظومة بضغطة واحدة، هتفرمته بضغطة واحدة. الموضوع أصبح سهل واتحلت مشكلة تابلت 509 الحمد لله. في انتظار بقى الوزاره تنزل لها تابلت جديد علشان نشتغل عليه بامر الله يعني. هنا هيبدا يقول لك جاري تحميل النوكس والكلام من ده، ولا تشغل دماغك، كمل معاه الخطوات عادي خالص جدا. التابلت اصبح نهائي خارج المنظومه، يعني تفرمط تعمل اللي انت عايزه، التابلت بره المنظومه. طيب لو انت وقعت في المشكله دي
وعايز التابلت يرجع تاني جوه المنظومة، فخلاص الموضوع سهل جدا مش صعب. عملنا لك أمر في الأداة تقدر تضغط عليه يرجع لك التابلت جوه المنظومة. تمام، هنعمل تخطي عادي خالص، مفيش أي ثغرات خالص عملناها. قبول، تخطي، حسنا. وخلال لحظات بسيطة جدا، يعني احنا ما خدناش وقت في الشرح، والتابلت الحمد لله أصبح خارج المنظومة بشكل نهائي، تقدر تستخدمه كأي موبايل عادي بدون أي أخطاء وبدون أي مشاكل. هنعمل تخطي، تخطي، كل بقى الأمور العادية اللي احنا عارفينها. وكده التابلت هيفتح معايا دلوقتي حالا خارج منظومة التعليم الخاصة بجمهورية مصر العربية، وهتقدر تستخدم التابلت كتابلت طبيعي. يبقى الفكرة سهلة جدا، انك تقدر تفرمت التابلت تخرجه بره المنظومة بضغطة واحدة. لا انت محتاج تعمل ثغرات ولا توصل حاجة ولا تفتح كاميرا ولا اي حاجة، سواء تابلت تي 505 ان او تابلت تي 509. طيب ايه الجديد معانا في الاداة بتاعتنا؟ وهو اضافة كيرن. معظم معالجات كيرن وكل العمليات اللي فيها هتقدر تستفيد منها بشكل كبير جدا. تعالوا ناخد فكرة سريعة عن كيرن ونفهم ايه الدنيا اللي موجودة فيها بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين دي كل المعالجات اللي مدعومة معانا حاليا، بس طبعا ال 710 وال 925 وال 935 وال 950 وكيرن 960 وكيرن 970 وكيرن 980، وطبعا كل المعالجات القديمة. طيب الواجهة دي لسه فيها تطوير كبير جدا هيتم، وهيتم إضافة فيها معالجات تانية أخرى هتظهر معانا في التحديثات اللي جاية. وبعد ما ننتهي من تطويرها بشكل كامل هيتم إضافتها داخل الأداة، مش هتفتح واجهة منفصلة زي ما حضراتكم شايفين، هتكون داخل الأداة. طيب إيه اللي موجود معانا فيها بالنسبة لكل المعالجات دي؟ موجود تقدر تعمل لهم إيه؟ تقدر تعمل حاجات كتير جدا. أول قائمة بيفتح عليها بشكل تلقائي وهي قائمة التفليش، إنك تنزل سوفت وير كامل للمعالج اللي معاك أو الموبايل اللي معاك الهواوي. بس في البداية لازم تختار المعالج. يعني انت مثلا داخل لجهاز هواوي وليكن كيرن 710، هل ال 710 معاك ده، هل ال 710 اللي معاك هل هو اي ام ام سي ولا يو اف اس؟ اختار على حسب ما انت محتاج او اللي موجود معاك. وبعد كده اختار الفلاشة بتاعتك من هنا كده، وبعد كده وصل الجهاز تيست بوينت، ومبروك عليك تم تفليش الجهاز بعد الضغط على كلمة فلاش. طيب دي قائمة التفليش الأولى الخاصة بمعالج كيرن. بعد كده عندنا قائمة سيرفيس، وقائمة سيرفيس دي فيها خدمات كتير جدا، ودي أغلب قائمة أو أكتر قائمة هنستخدمها في الأداء، وهي عمل إزالة حساب جوجل، وإزالة هواوي أي دي، وعمل اللوكال بوت لودر. ده بالنسبة لوضع يو اس بي كوم 1.0 الخاص بوضع التيست بوينت الخاص بأجهزة كيرن لأجهزة هواوي. طيب عندنا ايه اوامر تانية في حالة ان البوت لودر معمول له اللوك؟ يعني لو البوت لودر بتاعك مفكوك هتقدر تعمل برضو ازالة الاف ار بي وازالة هواوي اي دي وعمل فورمات للجهاز المتصل بالكمبيوتر. بعد كده معانا قائمة للمحترفين كده، هي قائمة بارتيشن مانجر. وقائمة بارتيشن مانجر من الاسم نفسها ان هي بتعرض لك الاقسام الخاصة او الملفات اللي موجودة داخل الجهاز، ومن خلالها نقدر نعمل ايه؟ تشيل ملف، تقدر تعمل فورمات لملف، تقدر تاخد نسخة كاملة من ملفات الجهاز، تقدر تعمل كل حاجة في الجهاز. تقدر تعمل لو عندك مشكلة مثلا في الريكفري في البوت في أي مشكلة، تقدر تبدل الملف، تسحبه وتفلشه لوحده بس بدل ما تعمل فلاشة كاملة للجهاز. طبعا بنظرة سريعة كده قدرنا نقول إيه هي الإضافات الجديدة. انتظرونا في تحديثات قوية جدا، وكل اللي أقدر أقوله لكم إن اللي نزل في الأداة يعتبر جزء بسيط جدا من اللي هيتم في التحديثات القادمة بأمر الله. وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان يوصلكم أي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.